صباح الخير يا أصدقائي. النهاردة هنعمل مع بعض كرات البطاطس بالفراخ. حاجة كده من الآخر جميلة جدا، يعني يا رب تجربوها وتعجبكم. أنا هنا عندي حطيت في الطاسة معلقتين زيت. ولما تسخن هبتدي أنزل بفراخ متقطعة شرايح زي بتاعة الشاورما. الأكلة دي خفيفة، ممكن تتاكل جنبها رز أبيض، ممكن تتاكل بعيش، بس هي خفيفة يعني. لو الواحد زهقان من الطبيخ العادي تغيير. بعد الفراخ ما خدت صدمة واتشوحت بالمنظر ده هبتدي انزل ببصلة شرايح رفيعة، وبرضه هديها تشويحة مع البصل. نبتدي نحط التوابل بتاعتنا. انا مستخدمة هنا شوية ملح صغيرين عشان هيبقى فيها جبن وملح وكده وحاجات تانية، فشوية ملح صغيرين وشوية فلفل وشوية قرفة وشوية توم باودر وشوية بصل باودر وشوية بهارات فراخ. هنزل بالتوابل دي كلها كده. وهنحط بقى الإضافات اللي احنا حابين نحطها، مش حابين، حسب الرغبة. آه، أنا هنا مستخدمة نص كوباية ذرة. ممكن كمان لو في مشروم يتحط، يعني حسب الرغبة وحسب الحاجة المتوفرة. آه، خلاص هي كده تقريبا استوت، فهنزل بآخر حاجة لأن أنا عايزاه أحتفظ بقوامه، يعني الفلفل الأخضر. حاطة هنا فلفل أخضر وقرن تاني حامي. اللي مش عايزها سبايسي يشيل القرن الحامي. خلاص هبتدي أحط الفراخ بتاعتي دي في الطاجن اللي هشتغل فيه أو في الصينية بتاعتي. نشوف. حطيت الفراخ بتاعتي في الصينية بتاعتي، وهنا معايا بطاطس مسلوقة أو مهروسة، وهي سخنة هرستها مع حتة زبدة، ومعلقتين كريمة لباني وشوية ملح وفلفل ومكعبين مثلثين جبنة أو معلقتين من الجبنة الكريمي. وهنا ممكن تقطعوا فيها ريحان أو بقدونس، الحاجة اللي انتوا عايزينها. وهنبتدي بقى نشتغل. هعمل كور واحطها على وش الطاجن بتاعي. طبعا كمية البطاطس
او كمية الفراخ حسب الرغبة، او حسب حجم الطاجن اللي هتعمله فيه او الصينية اللي هتعمله فيها. انا كده خلصت البطاطس بتاعتي، هغسل ايدي واكمل. بعد كده هحط يا اما بشاميل خفيف او كريمة لباني، وطبعا هتبقى احلى بالكريمة اللباني، حسب الرغبة برضو، حسب الحاجة المتوفرة. والبشاميل الخفيف هتبقى معلقة زبدة مع معلقة دقيق، وهحط كوباية من كوباية لكوباية ونص لبن عشان انا عايزاها خفيفة، وطبعا ملح وشوية فلفل. هنبتدي بقى نحط فوق الوش موتزاريلا، واخر حاجة هرش الوش بشوية بقسماط، وممكن لو انا حابة البقسماط ده ادعكه بحتة زبدة وشوية ريحان مجفف او زعتر، بيدي طعم وشكل جميل كده، الوش بيبقى احمر. هنحطها في الفرن ونشوفها بقى بعد ما تخرج من الفرن. ورجعت لكم تاني بعد ما صينية الفراخ بكور البطاطس خرجت من الفرن. وزي ما حضراتكم شايفين وشها احمر وقد ايه شكلها جميل، وريحتها مش قادرة اقول لكم جميلة قد ايه. وزي ما قلت لحضراتكم، اللي حابب يعمل جنبها رز او تتاكل بالعيش. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وهستنى تعليقاتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.